يا صباح الحلويات، يا صباح التوفير، يا صباح الحاجات الحلوة قوي قوي قوي. وصفتنا النهارده سهلة وبسيطة، بس لو لسه أول مرة تشوفيني أنا رندا. يلا انزلي اعملي اشتراك ولايك لو لسه أول مرة تشوفيني، وترزعيني اللايك كده عشان الفيديو يوصل عدد كبير وناس كتير جدا تستفيد بالفيديو. يلا بينا. أول حاجة كده، لو معاكي 50 جنيه هتعملي وجبة متكاملة لأربع خمس أفراد وهياكلوا ويشبعوا. ومتنسيش تدعيلي بقى. أول حاجة كده، مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا جدا، والفيديو سريع 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 سريع. مش هياخد معاكم 5 دقايق مشاهدة. ما عشان انا تعبت فيه جدا، ما تنسيش بقى تحط اللايك. يلا رغينا كتير. اول حاجه جبنه بقسماط، وجبنا 4 حبايات بطاطس، وثلاث حبايات بصل، وجبنا حوالي ربع كيلو لحمه، وطبعا عملنا جنبها مكرونه. اول حاجه كده هروح على الحوض وهبدا اغسل الخضار بتاعي واقشره. معانا البطاطس، لو احنا حابين نكتر مفيش مشكله، انا عملت بربع كيلو لحمه علشان هي اللي كانت موجوده عندي في الفريزر. وبيني وبينكم كده ايه، احنا اخر الشهر والدنيا نقعد نلصم فيها كده. تمام كده، ما الوجبة حلوة وبسيطة وسهلة وموفرة جدا جدا، وتتعمل وطعمها عايزة اقول لكم حاجة كده، وهم من اجمل الحاجات اللي انا عملتها، وموفرة جدا جدا جدا. اول حاجة بقى، بعد ما قشرت البصل والبطاطس رحت حطيت المية على النار عشان تغلي، عشان نسلق ايه المكرونة. اول حاجة كده بشرت البطاطس، بشرته ناعم. وبعد لما هبشر البطاطس هقوم مصفية كل البطاطس دي على اساس المية بتاعتها كلها تنزل، علشان لو حطيت البطاطس بميتها اول حاجة هتضربني فيها هتفك الكفتة. ما انا هروح متجنبه الموضوع ده، هروح اجيب مصفى صغنونه كده واصفي كل البطاطس اللي انا بشراها دي، هصفيها كويس جدا. وبعد كده هروح اضرب البصل في الكبة ضرب جامد برضو، وهحط كل الخليط بتاعي اللي هو البطاطس مع البصل مع اللحمة، وهبدأ اضربه ضرب حلو قوي عشان كله ينعم مع بعضه. لو انا ما عنديش كبة مفيش مشكلة خالص، حطي البطاطس مع البصل ابشروهم حلو قوي المبشرة العادية بتاعتنا، وانزلي عليهم باللحمة. يعني ما توقفيش حياتك عشان ما عندكيش كبة يعني. تمام كده. اهو انا رحت مقطعه البصل اهو، وهبدا اضربه في الكبه. وبعد لما يتضرب ضرب حلو قوي هنزل عليه بايه، بكميه البطاطس واللحمه. بس لغايه هنا الموضوع سهل وبسيط ازاي، ما فيهاش اي افتكاسات خالص خالص خالص، بس طريقتها سهله جدا. وفي الاخر الناتج بتاعها روعه روعه روعه. لو عندك عزومه بقى ومش معاكي فلوس وعايز تعملي حاجه تشرفك كده في وسط العزومه، اعملي الاكله دي. حطيت البصل وحطيت البطاطس وحطيت كمان اللحمه اهي. وبعد كده هبدأ بعد كده ايه اضربهم حلو قوي 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 لما يوصلوا معايا للشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. بصوا شكلها كأنها كفتة عادية خالص. تمام. هحط ايه، هروح بقى الحلة احط شوية ملح، وانا ما بحطش زيت خالص في المية، علشان لما اجي احط الصلصة ما تفصلش مني من المكرونه. انا بتكلم بسرعه لان انا مسرعه على الفيديو، والفيديو صغير اصلا ما مش ملاحقه اتكلم ما تاخدوش عليا يعني. هسلق المكرونه كده وهروح تاني للكفته. هحط بقى التوابل بتاعتي ملح وفلفل، واحط شويه لو عندي شويه بابريكا ماشي، عندي شويه خلطه الكفته حطي، انا ما كانش عندي ما حطيت ملح وفلفل وشويه بابريكا. وبعد كده هجيب بقى شويه بقسماط، حوالي كوبايه بقسماط، وهبدا اضربه حلو جدا مع الكفته علشان يعمل لي تماسك. يعني ايه تماسك؟ عشان لما احطها في الزيت ما تفكش مني وتبقى ماسكه نفسها كده. تمام. طيب بعد ما ضربتها حلو جدا جدا رحت بقى على الطاسه وهبدا احمرها. اوكي. كانت كمان المكرونه معايا استوت، ما هبدا اللي انا ايه احمرها. انا ما حبيتش اعملها كور زي كفته داوود باشا كده، عملتها صوابع عشان تبقى مميزه شويه. عملتها صوابع عادي خالص كاني بعمل كفته رز. وبعد كده بعد ما استوت طلعتها على مصفى، ما طلعتهاش على مناديل مطبخ. لما هتطلعيها على مناديل مطبخ هتطرى قوي قوي وهتنزل كتير زيت او هتنزل ميه. لا خليكي على مصفى هتنزل كل حاجه، هي ما فيهاش اي حاجه على فكره، ولا شربت زيت ولا اي حاجه، وطلع حلوه جدا جدا جدا. بعد ما طلعت الطاسه الاولانيه نزلت على طول بالطاسه التانية اهي. طالعه كميتها حلوه جدا من ربع كيلو لحمه، روعه روعه روعه. تمام. وبعد كده هبدا بعد ما حمرتهم كلهم هبدا اجيب حله صغيره، وهبدا احط فيها بصلايه. هقطع بصلايه، وبعد ما قطعت البصلايه هنزل عليها بشويه صلصه. لو عندك طماطم فريش مفيش مشكله، انا كان عندي صلصه ما حبيت اعملها في ثواني كده. عايزه اقول لكم انا عملتها في ربع ساعه وخرجت بالاكل بتاعي تحفه. تمام. وبعد كده هنزل عليها بكوبايه ميه، وهسيب الصلصه تاخد وتدي كده مع نفسها. هنزل عليها بشويه ملح وشويه فلفل وشويه بابريكا، بس كده بس كده. عندك 7 بهارات حط شويه، عندك شويه زعتر حط شويه، الزعتر بيبقى حلو جدا 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 مع المكرونه. انا عندي هنا توابل الباربيكيو، هتانية ابشر عليها شويه كده تدي برضو طعم وريحه. هي بتبقى توابل كتير في قلب بعض حلوه جدا، بتتباع عند العطار على فكره ومش غاليه قوي. وبعد كده هبدا بقى اللي انا ايه اطلع الطاسه التانية اهي. الكفته روعه ريحتها مفحفحه.
وهنزل على بالكفته في الصلصه، اديها غلوه واطفي عليها. بس كده بس كده. المكرونه كانت اتسلقت وطلعت معايا حلوه اهي. هبدا بقى ان انا اغرف شويه مكرونه واحط عليها مغرفه من الكفته. عايزه اقول لكم بجد اتوهموا بتكلفه قليله جدا، ما كلفتنيش 50 جنيه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت. الحلو الحياه اسهل مع رندا وبس. وانتظروني في فيديو جديد، وباي باي.